السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة بقى معانا التوكة الكيوت دي، أنا عاملة منها 2. هي حلوة قوي وبسيطة، وما زلنا برضو بنشتغل بشريط الستان 2.5 سنتي. طبعا لقيت لي استعمالات كتيرة جميلة، فخليكم معايا. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ونبدأ بقى. معانا المقاسات قدامنا على الشاشة وأنا بوريها لكم بالمسطرة. دي 5.5 سنتي، واللي قبلها 16 سنتي. أنا جايبة شريطين من اللون البتنجاني ده و2 من الأبيض لكل توكة. أنا هعمل توكتين، فهبقى عايزة 8 شرايط مقاس 16 سنتي، وهبقى عايزة شريطين مقاس 5.5 سنتي لكل توكة. المقاسات اللي قدامكم على الشاشة دي لكل توكة، مش للتوكتين. يعني للتوكتين يبقى الضعف. زي ما انتوا شايفين انا بدأت اعمل الفيونكة اللي هي البيضة اهي، زي ما انتوا شايفين كده. اللي في ايدي دي كل شريطة مقاس 16 سنتي عشان اعمل بيها الفيونكة. بصوا كده انا عملت الفيونكة، ما خدتش وقت. هقفلها. دي الفيونكة اللي هي اللي تحت، اللي احنا هنحط عليها التوكة الاساسية بتاعتنا، الفيونكة الاساسية من فوق الوش. هنا بقى بقفلها خلاص. هقطع الخيط واركنها، وهبدأ اشوف هعمل ايه. هعمل التانية. لا اقول لكم انا هسيبها واكمل ايه التوكة نفسها عشان ايه احسن. فهنا انا جبت اللي هي الشريطة 5.5 سنتي، 5.5 سنتي، وحددت النص بتاعها، وجبت الشريطة البتنجاني اللي هي 16 بقى سنتي. هشتغل بقى عليها، امسكهم كده في بعض او الزقهم على حسب مزاجك في الشغل. المهم ان انا علمت النص بتاعهم ومسكتهم في بعض بواسطة النص. ادي كده. طبعا ما تنسوش الحروف كلها بتتلسع بالولاعة عشان ما تنسلش. هنا بقى بعمل اهو اول واحدة كده. بصوا انا هلزق دي افضل عشان تبقى حلوة، والناحية التانية عشان يعني ايه ما تفكش مننا او تطلع يبقى شكلها وحش. اهو كده انا عملتها غلط عشان انا محددة النص من تحت هنا اهو قدامكم. فهشتغلها كده المثلث. هتني مثلث واقلب المثلث على الشريطة البيضة، واروح تانياه على ورا، انزل بيه على التحت اهو. نزلت بيه كده بقى المثلث. طبعا احنا عملنا الحركة دي في كذا توكة، فاكيد هتبقوا عارفينها. اختي وحبيبتي اللي بعتتلي من الجزائر يا جماعة عشان اغير الخلفية بتاعت الترابيزة او الطاولة زي ما بيقولوا هم هناك. عيني حاضر، انا هغيرها بس بعد الفيديو ده بقى. هنا برضو بقلب اهو. تحية طبعا مني لأهل الجزائر كلهم، والأختي وحبيبتي اللي بعتت أو بنتي، وأنا عينيا حاضر. إن شاء الله بس هدور على خلفية تكون واضحة للشغل كله. طالما الأبيض هنا مش بيبان، حاضر
هحاول اشوف حاجة تليق مع الشغل كله واعملها. وبرضو مش هقول لكم فضلا وليس امرا يا حبايبي، اللي مشتركش في قناتنا يشترك عشان يوصلوا مننا كل جديد، يفعل زر الجرس ويدوس على كلمة الكل. واللي مشترك في قناتنا ياريت يحط لايك ويعمل سبسكرايب عشان الفيديو يترفع لأكبر عدد من حبايبنا يستفاد. هنا برضو بكمل الكشكشة لسه، انا بستفاد بس بكلمكم وانا بشتغل عشان منساش. انا افتكرت دلوقتي. هنا بقى عملتها اهي بالطريقة دي. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. بصوا المنظر هيبقى حلو قوي، انا بشوفها فلقيتها شكلها حلو. هنا دخلت على النص اللي انا كنت عاملاه الاول. انا بحاول امشي كده بتأني. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. تبقى بالشكل ده. على فكرة يا جماعة انا عايزة اقول لكم ان احسن متابعين ليا اهل الجزائر، وطبعا مش هقول لكم قد ايه هما، يعني بجد انا بكن ليهم كل احترام واعزاز. وطبعا انا في ناس منهم كنت في العمرة وساعدوني، والحمد لله ربنا يبارك فيهم وفي اولادهم. الحمد لله الحمد لله، يعني بجد اهل كرم وخير، ربنا يبارك فيهم وفي ولادهم. انا بس حبيت اقول لكم كده على سبيل اني افتكرت اهل الجزائر. بخص بجد ولادي اللي ساعدوني في العمرة هناك، ربنا يبارك له. هنا بقى زي ما بوريكم كده اهي المنظر بتاع الفيونكة، بس طبعا احنا لسه هنعمله. وزي ما انتوا شايفين انا هعمل لها خرز كده مدلجل، هيبقى منظرها حلو قوي. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام، عليه افضل الصلاة والسلام. هنا بقى هبدأ في التانية دي، في التوكة الاولانية بس لسه طبعا ما اتشطبتش. انا هبدأ في التوكة التانية زي ما انتوا شايفين، برضو نفس اللي عملته في الاولانية هعمله في التانية. جميلة جدا، ويا رب تعجب حبايبي كلهم اللي بيتابعوني، رغم انها شكلها كيوت قوي 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 لما تخلص. واللون حلو الابيض مع البتنجاني. يا رب يعجبكم ذوقي فيها وفي شغلها. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ادي كده بقى الفيونكة خلصت. التانية هبدأ بقى في
الفيونكة الفوقانية للتوكة التانية. برضو معايا شريطين 5.5 سنتي. على فكرة انا حاطة في المقاس واحدة، لكن لا هي 2، انا نسيت، معلش اسفة. هي 2 5.5 سنتي لكل توكة. لكل توكة شريطين 5.5 سنتي. ساعات بنسى حاجات كده وانا بكتب، معلش اسفة. انا ببص على الشاشة دلوقتي فلقيتها. زي ما انتوا شايفين انا بحدد النص بتاع 5.5، وبحدد النص بتاع 16 اللي هي البتنجاني. الشريطة نفسها 16 سنتي، والصغيرة البيضة دي 5.5. ادي كده انا بحاول الزقها، بس في غلطة هنا بقى انا عاملاها. حاولوا لما تحطوا شمع، لو حطيتوا شمع يعني ما تحطوش على الحرف، عشان السراجة بيتضايق في الابرة. الشمع بيضايق في السراجة يعني. ممكن من الحرف ده التاني اللي انا مش هشتغل فيه الا تاني المثلثات بس، لكن الحرف اللي انا هسرج فيه طبعا لا. وكده برضو قلت غلط، لان انا محددة النص من تحت اهو قدامكم. فهعمل كده بالطريقة دي، وهنزل بالمثلث لورا، ونروح نازلة بيه الشريطة لتحت زي ما انتوا شايفين. هي سهلة بس برضو لازم اتلخبط فيها عشان انا محددة. لو انا مش محددة من اي حتة هتشتغلي عادي، لكن انا محددة النص اهو زي ما انتوا شايفين كده. برضو بمسك بالمشبك وبسيبها على السراجة عشان تديني المنظر ده. هنا برضو بجيب الشريطة التانية واحددها برضو من النص، واروح حاطة عليها الشريطة البيضة اللي هي 5.5 سنتي. انا لقيتها كده احسن ما امسكها بالمشابك، في نفس الوقت هتمسك جامد عشان ايه ما تفكش مني. ادي برضو بعمل المثلث، بتني كده مثلث لفوق واروح قلباه، واروح راجعه بالشريطه اللي فايضه منه لتحت، اقلبها لتحت من ورا. والله سهله جدا يعني. بصوا التوكة كلها تبان انها صعبة برضو، لانها سهلة جدا وجميلة جدا في نفس الوقت. بتعملي حاجة جميلة ومريحة، ما هي الصعبة. هنا برضو بتني الشريطة لفوق كمثلث، وبلف المثلث عشان يعمل مثلث تاني على الابيض، وارجع بالشريطة لتحت، اقلبها لورا لتحت كده. هنا بقى عملتهم، هنا بفكها عشان اعيدها تاني زي ما انتوا شايفين كده. انا بعيدها، بصوا بحدد النص. انا بعيدها لكم، بحاول اعيدها معاكم كذا مرة عشان ما حدش ينسى. بصوا هنا انا اللي اتلخبطت اهو. اقلب المثلث كده وانزل بيه. والله هي سهلة، انا بحاول اعيدها لكم كذا مرة عشان ايه تبقى راكزة كده في الدماغ، ان احنا بنعمل حاجة من شغل ايدينا جميلة ومريحة، وفي نفس الوقت ايه بسيطة جدا ومش مكلفة. يعني مش هتاخدي 200 ستان تعملي بيهم توكتين جمال جدا وحاجة رقيقة زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى اسرجها عشان الكشكشة طبعا بتاعتها. هنا بحاول اجري الفيديو شوية
عشان الفيديو طويل، لان انا ما بقطعش، بحاول ما اقطعش كتير منه، بس برضو لازم اجري شوية. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. هنا بقى خلصتهم، بكشكشهم مع بعض. انا عملت الاولانية وخلاص التانية اهي، النص التاني، وهشد الكشكشة واقفلهم مع بعض زي ما انتوا شايفين. والله حلوة جدا ظهرت. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام، عليه افضل الصلاة والسلام، افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. هنا بقى بحط الشمع في النص عشان يمسك في بعضه، يعني عشان تبقى اكنها فيونكة واحدة مش حتتين، طبعا بيمسكوا في بعض لازم. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. بقيسهم على بعض لقيتهم نفس المقاس. هعمل بقى اللي هي ايه، اللي فيها الخرز دي اهي. هي على فكرة الشريطة اللي في ايدي دي اللي هتتعمل مثلث 4.5 سم بالظبط، بس انا مرضتش اكتبها عشان ممكن محدش يعمل دي ويعمل حاجة تانية، فانا ما كتبتش مقاسها عشان ما تبقاش اساسية. يعني براحتكم، عايزين تسيبوا الخرز كده وتعقدوا الحرف بس كام عقدة كده برضو ممكن، هتبقى حلوة قوي. اي حاجة تطلع من ايدي الجميلة حسب ذوقك انتي وحسب تفكيرك. انا بعمل فكرة وانتي ممكن تعدلي عليها زي ما انتي عايزة تستغني عن الشريط الخرز ده اللي احنا مدلدلينه، انتي برضو حرة، ليكي حرية التصرف فيها حسب ذوقك وتفكيرك في الشغل. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. وشريط الستان الرفيع ده هو 1/4 ملي يعني، ومش غالي. البكرة بتاعته رخيصة، البكرة بحوالي 15 جنيه. بتقطعي منه للخرز، بتحبسي بيه وردة، بتعملي بيه حاجات كتير، يعني ممكن هينفعك ومش مكلف. عايزة تحطي برضو احبال من بتاعة المكرمية للخرز ممكن، حسب اللي انت عايزاه. اهي شوفوا انا تنيت المثلث وقلبته مثلث تاني، ورحت ايه مولعة لسعاه كده عشان يمسك فيها، وبعدين عملت الحرف التاني وبلضم بيه اللولي زي ما انتوا شايفين كده. فكرة حلوة قوي. انا جبت اللون الموف ده الخرز، خرز من بتاع الحزازات، وجبت اللولي اللي عندي، يعني جبت درجتين يمشوا مع التوكة نفسها. طبعا اللون البتنجالي ناطق عليه الابيض والموف دول. هجيب برضو نفس الموضوع مثلث وقصه، وما تنسوش ان المثلث ده 4.5 سنتي اهو. انا بعيده برضو عشان ابقى متأكدة منه، 4.5 سنتي، بس مش مكتوب قدامكم في المقاسات اهو. وتنيته مثلث في مثلث، يعني عملته وهتنيه برضو على الشريطة
مثلث صغير عشان اقص منه اهو. في طريقة تانية برضو للبلابل اللي نازلة دي، هبقى اوريها لكم في توك تانية هشتغلها. هنا بقى حطيت الشريطة في النص البيضة وبلسع بالولاعة بلزقهم في بعض، وطبعا انا حاطة شمع جوه المثلث عشان يمسك الشريطة البيضة معاه، وهقص من ورا. هنا طلعت الشريطة على الحرف اللي قدام، فانا بحاول ادخلها بالمشبك اللي في ايدي واقصها بقى والسحها بالولاعة. وهنا جبت فص اللي هو الخرزة الاولانية لزقتها مع البلبلة اللي انا عاملاها دي بالشمع عشان تبقى ثابتة، يعني هي الوحيدة اللي تبقى ثابتة من على الحرف ده ومن على الحرف ده اهو. عملته انا بجريت الفيديو هنا، مش محتاجة انه يبقى بسيط لان كده خلاص انا هلزق، فاللزق مش محتاج ان انا امشي بطيء في الحتة دي عشان طبعا الفيديو كده هيبقى طويل في التوكتين دول، فبحاول اقصر المسافة شوية. هنا بقى بلزقهم على الفيونكة الاول البيضة عشان يبقوا بين الفيونكتين اهي بالطريقة دي، وهروح حاطة الفيونكة الفوقانية اللي هي البتنجاني دي. هنا بقى بلزق التانية برضو بنفس الطريقة. زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى شريط ستان عرض 1 سنتي ألفه على الفيونكة كلها، وطبعا أفرق اللولي اللي أنا مدلدلاه ده عشان برضو يبقى في وسطيهم شريط الستان يبقى ماسك. وهجيب مشبك ألزقه بالطريقة دي وألف عليه برضو شريط الستان 1 سنتي وأنا بلف مع الفيونكة. هي مش صعبة، وطبعا احنا عملناها بس انا بجري بيها عشان خلاص زي ما انتوا شايفين كده. واي حاجة في الستان بتلسعيها بالولاعة. هنا بقى رجعت تاني خلصت شريط الستان للفيونكة دي اهي بالمنظر ده. هجيب بقى اللي هو ايه اللي الترتر الوردة الكبير ده مع واحدة من البامبي دي البونبوني ده، وهروح لازقاهم مع بعض. اديت منظر تحفة، يعني انا ما حبيتش احط لها ولا وردة ولا لعبة، حاجة بسيطة جدا اهي. منظرها بقى حلو قوي. هكمل التانية. طبعا كده خلاص، يعني شغلها بسيط وسهل. وطبعا انتوا عارفين كده ان انا بجيب لكم اسهل حاجة واحلى حاجة اقدر اعملها معاكم وتستفادوا منها طبعا، وبفن بسيط. يومك سعيد مع ماما شوجة، تفيدي وتستفادي وتقدري تنتجي وتبتكري كل ما هو جديد. لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل وسلم
وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. بفكركم يا حبايبي اعملوا لايك وسبسكرايب عشان الفيديو يترفع، واللي ما اشتركش في قناتنا يشترك عشان يوصلوا مننا كل جديد. ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.